اسمك ايه؟ سيد ابو لمونه. ممسوك فيها يا سيد. تحرش. حطه في الدفاع. طبعا. انت مش شايفه فخور ازاي؟ انت معانا يا سيد، اتفضل. يعتبر مركز قلب الدفاع من اهم المراكز في كرة القدم، عشان المركز ده محتاج مهارات استثنائية وقدرة على قراءة اللعب والتدخل في الأوقات المناسبة، ولأنه بيكون آخر واحد في الملعب فالغلطة بفورة زي ما أنت عارف. وعشان نحدد افضل 10 مدافعين في التاريخ هنعتمد على حاجات كتير، منها الجوائز الفرديه والانجازات الجماعيه وكمان التاثير اللي سابوه على ارض الملعب. ومع ذلك لسه في ناس بتحكم بالعاطفه، فالبرشلوني هيقول لك بيو، والميلاني هيقول لك مالديني، والمدريدي اكيد هيقول لك طبعا راموس. لكن انا راجل بتاع ارقام ماليش دعوه بالكلام ده خالص. لكن قبل ما نبدا عايز اشكر العيله بتاعتي اللي هم 300 مشترك بتوعي، وبيكم ان شاء الله هعلى وهعلى لغايه لما اوصل ان شاء الله. ولو انت عايز تنضم للعيله المتواضعه بتاعتنا اعمل لايك وسبسكرايب ويلا بينا. ونيجي بقى لصاحب المركز العاشر معانا، وهو واحد من 5 لاعبين في تاريخ اوروبا قدرت ان هي تفوز بكل البطولات المعترف بيها من الفيفا، وهو قلب الدفاع الايطالي شيريه، صاحب المتر 78 سم. شيريه اللي يعتبر واحد من اساطير نادي يوفنتوس، فاز بكل الالقاب الممكنه. هتلاقي عنده دوري ايطالي وكاس ايطاليا ودوري اوروبي وكاس الانديه الاوروبيه اللي هو دوري الابطال دلوقتي. ولكن هيبقى اللقب الاهم في مسيره اللاعب هو لقب كاس العالم مع منتخب بلاده ايطاليا سنه 82. ونهايه اللاعب دي كانت مأساويه جدا بسبب وفاته بعد ما عمل حادثه بعربيته وهو عنده 36 سنه. اما في المركز التاسع المدافع اللي حقق لبرشلونه اول لقب دوري ابطال في تاريخه، وهو المدافع الهولندي رونالدو كومان، صاحب المتر 81 سم. كومان ما كانش مجرد مدافع صلب وخلاص، لا ده كان ماكينه اهداف حرفيا. لك ان تتخيل ان قلب دفاع مسجل اكتر من 250 جول، وربنا ده في مهاجمين ما عملوهاش. وفي سنه 92 قاد كومان برشلونه للفوز باول لقب دوري ابطال في تاريخه. سجل كومان الهدف الوحيد في النهائي قدام سمبادوريا الايطالي بركله حره صاروخيه تخطت سرعتها 188 كيلومتر في الساعه، وبالمناسبه دي تعتبر ثالث اقوى تسديده في التاريخ. قرر كومان بعد الاعتزال ان هو يخش عالم التدريب، والله ويا ريته ما دخل. مشجعين برشلونه هيعرفوا انا قلت كده ليه. وفي المركز الثامن قائد المنتخب الايطالي الفايز بكاس العالم 2006، قصير القامه ولكن عالي المقام، فابيو كانافارو. قصير بالنسبه للمدافعين يعني، لانه طوله متر 76 سم. ولعب كانافارو الانديه كبيره زي ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وانتر ميلان، بمجموع 531 مباراه في تاريخه، سجل فيهم 16 هدف. واللحظه الاجمل في تاريخ كانافارو لما رفع اللقب الاغلى وهو كاس العالم 2006، وفي السنه نفسها فاز بالكره الذهبيه على حساب بوفون وهنري. وفي المركز السابع المدافع اللي معروف بسرعته وقطعه للكوره بطريقه فنيه، وهو المدافع الايطالي نيستا، اللي كان عامل ثنائيه تاريخيه مع مالديني في الميلان. وبصراحه الايطاليين مرعبين في الدفاع. نيستا صاحب المتر 76 سم، خلال مسيرته اللي امتدت ل 20 سنه لعب 400 مباراه متقسمين ما بين لاتسيو واي سي ميلان، فاز خلالهم ببطولات اوروبيه كتيره، اهمهم بطولتين دوري الابطال 2003 و2007، واكيد طبعا كاس العالم 2006 مع ايطاليا. واما بقى في المركز السادس، وهو بالنسبه لي اجمد مدافع شفته في حياتي، ولو عليا انا هحطه في اول 3، ولكن احنا قلنا هنتكلم بالارقام ملناش دعوه بده، وهو شيخ القبيله ورجل العاشره سيرخيو راموس جارسيا. انضم راموس لريال مدريد سنه 2005 قادما من اشبيليا، وهي المدينه الام ليه، عشان يكتب التاريخ مع النادي الملكي. فاز راموس ب5 دوري اسباني و4 دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. ما اخدهمش كده وخلاص، لا ده كان ليه دور في كل بطوله من دي، وخصوصا في بطوله دوري الابطال 2014 لما جاب التعادل قدام اتلتيكو مدريد. وعارفين طبعا ان الريال قلبت الماتش ساعتها وكسبت 4-1، ومن بعديها اتلقب راموس برجل العاشره. واما بقى على جانب المنتخب، هو كان عنصر اساسي في فوز منتخب اسبانيا بكاس العالم 2010، كمان بطولتين اليورو 2008 و2012، فهو لاعب اكل الاخضر واليابس حرفيا. وفي المركز الخامس المدافع اللي من اللعيبه القليله جدا اللي لعبوا النادي واحد في مسيرته، والنادي الوحيد اللي لعب له في مسيرته هو بيج ميلان. لا ما تخافش مش مالديني، بس هو المدافع الايطالي برضه فرانك باريزي. باريزي لعب مع الميلان 531 مباراه، سجل فيهم 16 هدف. بص هو 16 جون ده عادي بالنسبه للمدافعين، بس انت عشان شفت كومان جايب 250 جون فمفكر ان الاجوان دي قليله. باريزي فاز مع الميلان 6 مرات بلقب الدوري الايطالي و3 مرات دوري ابطال. وعشان تعرف قيمه باريزي مع الميلان، لما اعتزل في سنه 2007 الميلان يقرر يعلق رقم 6 في النادي، يعني ما حدش يلبسه بعد باريزي تكريما ليه. ونسيت اقول لك ان هو اخد بطوله كاس العالم بردك 62 مع ايطاليا. اما في المركز الرابع معانا هو اسطوره نادي برشلونه قلب الاسد كارلوس بيول، وبردك من اللعيبه القليله اللي لعبوا
اتلعبت لنادي واحد وهو نادي برشلونه طبعا. لعب مع البارسا 482 مباراه، سجل فيهم 16 هدف. ما تتفاجئش بقى من قلت لك ده العادي. وخلال الفتره اللي قضاها مع برشلونه حقق 6 القاب دوري اسباني و3 دوري ابطال وكاس ملك اسبانيا تلاقي، وكمان كاس السوبر الاسباني، غير ان هو حقق السداسيه التاريخيه 2009. وعلى الجانب الدوري كان من ابرز المساهمين في فوز اسبانيا بكاس العالم 2010 وكمان اليورو 2008. في المركز الثالث قائد المنتخب الانجليزي الفايز بكاس العالم 66 هو المدافع الانجليزي بوب مور. ومور كان يعتبر مدافع فرز اول في اوروبا، وكان عنده شخصيه قياديه جباره خلته يلبس شاره القياده وهو في سن صغير، ولعب لناديين في انجلترا ويست هام وفولهام. لكن السنه الابرز في تاريخه هي سنه كاس العالم 66 في انجلترا اللي اثبت فيها ان هو لاعب عالمي بمعنى الكلمه. ولولا السنه دي ما كنتش حطيته معايا النهارده اصلا، لان انجلترا صعدت نهائي كاس العالم 66 بفضله بعد مشيئه ربنا طبعا. كانت المباراه النهائيه في ملعب ويمبلي قدام المانيا، وفازت بيها انجلترا 4-2 بقياده بوب مور. وفي المركز الثاني واحد من 3 لعيبه في العالم فاز بكاس العالم كلاعب ومدرب. اكيد عرفته طبعا، هو المدافع الالماني بيكنباور اللي حقق انجازات كبيره. حقق بيكنباور 4 دوري الماني و3 بطولات من دوري الابطال، وعدد من البطولات الثانيه زي كاس المانيا وكاس الكؤوس الاوروبيه زمان. وعلى جانب المنتخب فهو كتب التاريخ كلاعب ومدرب، حيث ان هو حقق كاس العالم 74 كلاعب، كمان حقق كاس العالم كمدرب للمنتخب الالماني في سنه 1990. اما بقى في المركز الاول كافضل مدافع في التاريخ، اعتقد ان كله عارفه من غير ما اقول، هو الاسطوره الايطاليه والابن البار للميلان باولو مالديني. كلنا عارفين طبعا ان مالديني لعب لنادي واحد بس في مسيرته، وهو طبعا الميلان، حيث ان هو قضى مع الميلان 25 سنه، فاز معاهم ب 25 لقب، منهم 5 القاب دوري ابطال و7 دوري ايطالي. ومن شده عظمه مالديني مع الميلان قرروا ان هو يعلقوا قميصه رقم 3 بعد ما اعتزل في 2005 تكريما ليه، زي ما عملوا مع باريس بالظبط. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. ما تنساش تشوف الحلقه اللي فاتت، كانت افضل 10 حراس في التاريخ. وبرضك مش هقول لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكان معكم اخوكم مروان ميزه، وسلام. كنتش عايز اوريها لكم بس خلاص ليكم نصيب تشوفوها. وسلام.